احنا النهارده هنتكلم عن هاتف من افضل الهواتف الرخيصة اللي ممكن تشتريها حاليا في ظل ارتفاع اسعار الهواتف، فيلا بينا نشوف بيقدم ايه. يا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي. احنا النهارده هنتكلم عن هاتف شاومي بوكو سي 51. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، المقارنة اللي في اخر الفيديو، واي حاجة محتاج تعرفها عن الهاتف هنوضحها بالتفصيل. ولكن ضروري ما تنساش لايك واشتراك وفعل الجرس، ويلا بينا نبتدي الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. خلونا نشوف التصميم بتاع الهاتف. وتصميم الهاتف هنا كويس وحلو على فئة وسعر الهاتف. انت بتشتري هاتف اقتصادي ورخيص، ورغم كده التصميم من وجهة نظري شكله كويس. طبعا خامات الهاتف بتيجي من البلاستيك. بالنسبة للشاشة فالشاشة هنا بتيجي بحجم 6.52 بوصة بجودة HD بلس وبدقة 1600 في 720 بكسل، مع معدل كثافة بكسلات 269 بكسل لكل انش. والشاشة هنا نوعها IPS LCD، والشاشة طبعا بمعدل تحديث 60 هرتز. طيب الشاشة هنا نظامها ايه؟ طبعا الشاشة هنا كويسة على فئة وسعر الهاتف. زي ما قلت قبل كده انت بتشتري هاتف اقتصادي ورخيص بسعر يعتبر ارخص حاجة دلوقتي، فالشاشة هنا بالنسبة للسعر اللي انت بتدفعه مناسبة وكويسة. مش هتاخد شاشة اعلى من كده في المواصفات في السعر ده. على طول نشوف اداء الموبايل او المعالج. والمعالج هنا هو ميدياتك هيليو جي 36 اللي بيجي بدقة تصنيع 12 نانو. طيب المعالج هنا عامل ايه او نظامه ايه؟ المعالج هنا الصراحة كويس على فئة وسعر الهاتف ومناسب، لاني زي ما قلت كذا مرة انت بتشتري هاتف اقتصادي ورخيص، فالمعالج هنا موجه للاستخدام الخفيف او البسيط. يعني مثلا هيقدم لك اداء كويس في الاستخدام اليومي، تصفح فيسبوك، مكالمات، يوتيوب، العاب خفيفة، وكمان هتقدر تشغل العاب تقيلة زي بابجي مثلا، ولكن مش هتكون كويسة او على اقل اعدادات. فمن الاخر المعالج هنا كويس ومناسب بالنسبة للسعر اللي انت بتدفعه. الجهاز هنا بيقدم نسخة وحيدة وهي 64 جيجا مع 4 جيجا رام، والهاتف بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي لغاية 1 تيرا. بالنسبة للكاميرات فالهاتف هنا بيجي باتنين كاميرا خلفية، الأولى 8 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، والكاميرا التانية 8/10 ميجا بكسل ودي لعمل العزل. وهنا تقدر صور فيديوهات من الكاميرا الخلفية بجودة فول HD بمعدل 30 فريم في الثانية، والكاميرا الأمامية بتيجي 5 ميجا بكسل وبرضه تقدر صور بيها فيديوهات بجودة فول HD بمعدل 30 فريم في الثانية. هنا بطارية الهاتف جايب حجم 5000 ملي أمبير، بطارية كويسة جدا وهتاخد منها أداء كويس، ولكنها للأسف بتدعم الشحن العادي بقوة 10 واط، وده طبيعي بالنسبة لأسعار دلوقتي وبالنسبة لفئة الهاتف. الهاتف هيجي باندرويد 13. الهاتف مش بيدعم NFC ودي حاجة طبيعية جدا على فئة الهاتف. الهاتف بيدعم منفذ السماعات، منفذ الشحن بيجي من نوع مايكرو USB. سماعات الجهاز لا تدعم الاستيريو ودي برضو حاجة طبيعية على فئة الهاتف. الوان الجهاز هما الاسود والازرق، والهاتف هنا بيدعم البصمة وموجودة في ظهر الهاتف. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافة لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنة في اخر الصفحة. وقبل ما نخش على مميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. هنتكلم عن مميزات الهاتف. والمعالج هنا كويس على فئة وسعر الهاتف. الشاشة برضو كويسة، برضو البطارية كبيرة وهتقدم لك اداء كويس. بالنسبة لعيوب الموبايل فكنا نتمنى لو كان منفذ الشحن بيجي من نوع تايب سي، ولكن مش مشكلة قوي او مش عيب قوي، وما يعتبرش عيب اصلا بالنسبة للسعر بتاع الهاتف، ولكن كنا نتمنى لو كان تايب سي يعني. طيب دلوقتي بعد ما قلنا كل حاجة ووضحنا كل حاجة عن الهاتف، خلونا دلوقتي نعرف سعر الهاتف. ولكن خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية مجرد اسعار احنا متوقعينها، لان الهاتف لسه منزلش مصر ولا السعودية. الهاتف تم اطلاقه في الهند بسعر 95 دولار، السعر المتوقع في مصر 4000 جنيه، السعر المتوقع في السعودية 480 ريال. طيب كده كويس قوي، ولكن ايه افضل منافس للهاتف ده في نفس فئته السعرية او بنفس السعر؟
عندنا هاتف انفينكس هوت 20 اي. الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف شاومي بوكو سي 51. هنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين، ولكن قبل المقارنة احب اقول لك ان احنا هنا في قناة موب بي سي عملنا مراجعة لهاتف انفينكس هوت 20 اي. لو انت حابب تشوفها هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. اول حاجة هنقارن المعالجات، وهنا شاومي بيجي بمعالج ميديا تك هيليو جي 35 وانفينكس بيجي بمعالج هيليو جي 25، وهنا معالج شاومي افضل بفرق مش كبير. الاتنين بيقدموا نفس الشاشة اي بي اس ال سي دي بجودة اتش دي بلس ومعدل تحديث 60 هرتز، وهنا الاتنين زي بعض. برضو الاتنين بيجوا ببطارية بنفس الحجم 5000 ملي امبير، وهنا الاتنين زي بعض. وطبعا الجهازين مش بيدعموا الشحن السريع وده طبيعي بالنسبة للجهازين. خلونا دلوقتي بعد ما شفنا الفرق ما بين الجهازين في الامكانيات وعرفنا كل حاجة نعرف فرق السعر ما بينهم. بس خليك عارف ان سعر شاومي ده سعر متوقع لانه لسه منزلش مصر، انما سعر انفينكس ده السعر الرسمي لانه نزل مصر بالفعل. سعر شاومي المتوقع نسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام 4000 جنيه. سعر انفينكس الرسمي نسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام 4300 جنيه. من خلال موقع مو بي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسميه للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزه وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب مو بي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهايه الفيديو لو في اي هاتف معين عايزيننا نعمل له مراجعه اكتب اسمه في التعليقات. وكمان مستني اراك في هاتف شاومي بوكو سي 51. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه.